اهلا بيكم. في الفيديو ده هنتكلم عن التحديثات الجديده في اختبار البي تي اكاديميك. التحديثات دي بدات تطبق فعليا وهتاثر بشكل مباشر على توزيع الدرجات والاستراتيجيه اللي بنذاكر بيها. اولا بالنسبه لقسم السبيكنج في تغييرين مهمين جدا. التغيير الاول هو زياده عدد الاسئله. كان سابقا عندنا 5 اسئله في سيكشن السبيكنج، لكن دلوقتي بعد اضافه سؤالين جداد بقوا 7 اسئله. السؤالين الجداد هما سؤال اسمه summarize group discussion والسؤال الثاني اسمه respond to a situation. بالنسبه للسؤال الاول اللي هو summarize group discussion ففكرته ان هو بيسمعك محادثه ما بين 3 اشخاص وبيطلب منك ان انت تلخص المحادثه دي. وبالنسبه للسؤال الثاني اللي هو respond to a situation فده فكرته ان هو بيسمعك موقف وبيطلب منك ان انت ترد على الموقف ده بطريقتك. السؤالين الجداد دول يعتبروا تغيير ايجابي من ناحيه وتغيير سلبي من ناحيه ثانيه. الجانب الايجابي هو ان ال90 نقطه بتوع سيكشن السبيكنج مش هيتقسموا على 5 اسئله بس، لا دلوقتي بقوا بيتقسموا على 7 اسئله، وده معناه انك لو وقعت في سؤال مش هتخسر درجات كتير، وده لان عدد الاسئله زاد. اما الجانب السلبي فطبعا انك مضطر تذاكر وتتمرن على نوعين جداد من الاسئله. طيب التغيير الثاني في سيكشن السبيكنج هو سؤال ريد الاود. قبل التحديث الجديد كان السؤال ده درجاته بتسمع في مهارتين، كانت بتسمع في مهاره الريدنج ومهاره السبيكنج، وكان مسؤول عن ربع درجتك في مهاره الريدنج وايضا ربع درجتك في مهاره السبيكنج. لكن دلوقتي درجته بقت بتسمع في مهاره السبيكنج فقط، وبقى اقل في الاهميه من الاول بكتير، وده طبعا ممتاز للناس اللي كان عندها مشاكل في سؤال ريد الاود عموما. طيب بالنسبه لقسم الرايتنج الكتابه فاحنا عندنا فيه سؤالين. السؤال الاول هو اسمه summarize written text وده ما فيش فيه اي تغيير جوهري يذكر. اما السؤال الثاني فهو سؤال write essay، والسؤال ده بقى عليه تركيز اكتر على الكونتنت. كان الكونتنت سابقا عليه درجتين، دلوقتي بقوا 6 درجات، فده معناه ان احنا محتاجين نركز اكتر على المحتوى والكلام اللي احنا بنكتبه. وحاليا السؤال ده بقى بيمثل تقريبا ربع درجات قسم الكتابه قسم الرايتنج، يعني معناه ان احنا لازم نهتم بيه اكتر من اي وقت فات. طيب بعد كده عندنا قسم الريدنج القراءه. من اهم التغييرات الجوهريه اللي حصلت في السؤال ده هو سؤال reading and writing fill in the blank. قبل التحديث كان السؤال ده درجاته بتسمع في مهاره الريدنج ومهاره الرايتنج، كان مسؤول عما يقرب من ربع درجتك في الريدنج وربع درجتك في الرايتنج. دلوقتي درجته بقت بتتوزع على مهاره الريدنج فقط وملوش اي علاقه بالرايتنج، وده خبر حلو جدا للناس اللي كانت بتعاني من السؤال ده، ولكن برضه يظل سؤال مهم، وده لانه مسؤول عما يقرب من ربع درجتك في الريدنج. اما بقى اخر حاجه عندنا هو قسم listening الاستماع، فما فيش تغييرات كبيره قوي في القسم ده، لكن في تعديل بسيط في سؤال summarize spoken text اللي هو اول سؤال في مهاره الليسننج، وهو ان درجه الكونتنت زادت شويه، فده معناه ان احنا برضو محتاجين ان احنا نركز اكتر على محتوى الاجابه بتاعتنا. اما بقى بالنسبه لموضوع الهيومن اكسبرت فخلينا نوضح. انت بتجاوب عادي، ولكن لو السوفت وير شاف ان الاجابه بتاعتك irrelevant يعني ملهاش علاقه بالموضوع، يعني مثلا سمعك مقطع صوتي بيتكلم عن السياحه فانت رحت مثلا تلخص مقطع صوتي بيتكلم عن حقوق الانسان، فساعتها السوفت وير بيرحل الاجابه بتاعتك لعنصر بشري عشان يصحح الجزء الخاص بالكونتنت، عشان يشوف هل الاجابه ليها علاقه بالموضوع ولا لا. يعني مش كل الاجابات بتتصحح بواسطه عنصر بشري، بس الاجابات اللي السوفت وير شاكك فيها. اخيرا دي كانت اهم التحديثات اللي حصلت في اختبار البي تي اكاديميك، وهنسيب لكم في الوصف فيديو بنشرح فيه اهم الاسئله اللي محتاج تركز عليها بعد التحديثات الجديده في اختبار البي تي اكاديميك.